السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشوربه او الصوبه بالخضر كتجي من ألذ ما يكون. واهم حاجه غير بالخضره كتجي صحيه. الفوائد كما كتعرفوا الفوائد ديال الخضر عديده وكثيره. اليوم غادي نجمعوا الخضر كامله في هذه الصوبه هذه. كتجي لذيذه، كتجي فحال الحريره، ولكن هي صحيه على الحريره الصراحه. غير بالخضره ما فيها لا دقيق لا والو اللي شي حاجه اللي تثقل ولا اللي تضرنا. هانتوما معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. راها ساهله البنات، ما كاينش ما سهل منها، وكلشي عندنا في الكوزينه. هانتوما كما كتشوفوا الخضره اللي غادي نستعمل. عندي هنا 2 حبات ديال القرعه الخضراء، 2 حبات ديال الخيزو او الزروديه. عندي ربيطه د القزبر ومعدنوس، وواحد 2 عويدات ديال الكرافس غير باش كيعطيونا البنه. عندي هنا 2 حبات ديال اللفت، شويه ديال القرعه الحمراء، وواحد الحبه ديال المطيشه، 2 حبات ديال البطاطا، وواحد الحاجه اخرى هنا نسيتها، البصله البنات نسيت ما درتهاش مع الخضره ولكن زدتها من بعد. رويز ديال البصله نقيوه وزيدوه. هنا من بعد ما نقيت الخضيره ديالي وغسلتها مزيان غادي نضيفها في الكوكوط او في طنجره عاديه. الخضره دغيا كطيب، ما كتشدناش الوقت بزاف. صافي غادي نضيفها كما قلت لكم في الكوكوط. ما فيها لا عطريه لا والو البنات، من اسهل ما يكون حتى لاخر لحظه. ونوضي وجديها لوليداتك دغيا كتوجد. كما قلت لكم ما غندير فيها لا عطريه لا والو، غادي ندير فيها مليحه. شويه ديال زيت العود، واحد رويز المعلقه ديال الابزار، غير شويه باش يعطينا البنه. كتجي صحيه كما قلت لكم. وهكا الخضره شي مرات كتبقى لنا في الثلاجه، كتبقى داك حبه من حاجه 2 حبات ما كنعرفوا ما نديرو بها، نديروها هكا صوبه منا صحيه منا كتفيدنا الصراحه. زوينه، كتجي زوينه بزاف، حتى الوليدات كياكلوها عادي. هنا عندي نص ديال الطامه ديال البنه اختياريه، اللي بغى يديرها اللي ما بغاش ما يديرهاش. حتى الخضره بوحدها كتجي لذيذه. صافي غادي نروي عليها بالماء ونسد عليها واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق كتكون طابت. من بعد ما طابت الخضره ديالنا هانتوما كتشوفوا طابت هنايا، غادي نخليها حتى تبرد وغندوز باش نطحنها. عندي الكاس الا درت فيه كاس ديال المونينكس، الا درتها فيه وهي سخونه غادي يطردك. الا كان عندكم نوعيه مزيانه طحنوها وهي سخونه، او الا كان عندكم هذاك الميكسور ديال اللي كطحنوا اللي كيطحن الخضره هكا سخونه، ومهم راكم عرفتوه. الا كان عندكم طحنوها وهي سخونه ماشي مشكل. هنا غادي نزيد واحد 3 ديال الفرماجات اختياري، انت هما بغيتو ديروهم ما بغيتوش ما ديروهمش. صافي غادي نطحن الخضيره ديالي ونتلاقاو من بعد. هانتوما معايا. من بعد ما طحنت الخضره ديالي كامله هانتوما كيفاش كتجي مطحونه. غادي نضيف لها واحد المعلقه كبيره ديال مركز الطماطم. خديت معلقه كبيره طلقتها هكا في شويه ديال الماء، وغادي نضيفها فوق الخضيره ديالي. هكا كتعطيها اللون وكتعطيها حتى المذاق. الا بغيتو تضيفوا لها المعدنوس كتقردوا شويه ديال المعدنوس وكتزيدوه في هذه اللحظه هذه كتزيدوه. انا هنا تفاديته، الوليدات ما كيبغيوش كيبقاو يعزلوه،
تفاديت ما زدتوش. صافي غادي نضيفها فوق البوطه كتغلي واحد 5 دقائق هكاك حتى كيولي لها اللون ديالها، وكنقدموها بالصحه والراحه. سمحي لي ما نقدرش نكمل لك السنه تعقلتي. هاكي شوفي بعينيك انا ما نقدر نقول لك حتى حاجه. من بعد ما وجدت الصوبه ديالنا كنقدموها بالصحه والراحه. شي حاجه اللي بسيطه وسهله كتوجد كما قلت لكم دغيا دغيا كتوجد. هنا ضفت لها شويه في الزليفه ديالي، ضفت شويه ديال المعدنوس. صراحه المعدنوس كيعطيها اللون اكثر. هنا كيكمل الفيديو. كنقول لكم شكرا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.